أسعد الله أوقاتكم أعزائي أينما كنتم، ونتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. جولة صغيرة بمدينة فاس العريقة. الجو اليوم حار، الحرارة مفرطة، وخا 5 ديال العشية الحرارة باقا مفرطة، واحد الصهد بزاف بزاف. الشارع خاوي كما كتلاحظوا معايا نظرا لهذا الوباء، فالناس ما كتخرجش بزاف والازدحام ما كاينش، سواء في السيارات او الناس اللي على رجليهم. نتمنى من الله انه يرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياة لطبيعتها العادية. وقتاش ما كنجي لفاس كيعجبني نمشي للرصيف. الرصيف ما كيسخاش الواحد يخرج منه، لا سيما زيارة مولاي إدريس، الضريح ديال مولاي إدريس. ولكن بقى فيا الحال بزاف انني جيت ولقيت الضريح سادينو نظرا لهذه الجائحة. فالسيد اللي كيعس عليه جالس في الباب تيقول لك لا راه مسدود، ما يدخل حتى شي واحد للاسف. ونتمنى من الله يرفع علينا هذا الوباء ويحفظنا ويحفظ وليدات المسلمين اجمعين والبشرية جمعاء يا رب. فاحنا غندخلوا على باب الرصيف، وهذه هي ساحة الصفارين. المكتبة المتواجدة بها هي مسدودة، والساحة خالية كما كتشوفوا ما فيهاش الناس. مولفين كنجيو لهذا المكان ديال الساحة ديال الصفارين كتكون عامرة بزاف بالسياح والناس اللي كيجيو يشوفوا هاد الصناعة التقليدية ديال النحاس. ما شاء الله. غادي تلاحظوا معايا بأن الدنيا خاوية، وفي الدورة ديال هاد ساحة الصفارين كيتواجد الصناع التقليديين. ما شاء الله هاد لي بلاطو اللي كيصاوبوهم بالخشب يعني كيصنعوهم بواحد الاحترافية، جميلين بزاف على مختلف الألوان. ولكن اللي عجبني فيهم هو اللون هذا الفضي، كذلك اللون النحاسي. اما بالنسبه للابيض والقهوي والكحل ما عطاش بزاف بحال الفضي والنحاسي. هاد الحكيك هذا صندوق صغير يعني ديري فيه سيداتي لي بيجو ديالك او اغراض اخرى. هاد لي بلاطو ديال الحلوى الصينيات حتى هما يعني عندهم واحد الابداع، عندهم ابداع واتقان في اليد العامله بالنسبه للصناعه التقليديه. ما شاء الله. شكيل كاين السيك في شكيل.
ورجعت لي بلاطو الاولين اللي وريتكم، هادو 3، هاد المستطيل والمربع باللون النحاسي، وهذا المربع الصغير. هادو ب3 خلاهم ليا ب3000 ريال، 1000 ريال الواحد، يعني رخاص بزاف. ديالاش واش ديال الخشب ولا ديال الصناعة، ما شاء الله. وهذه الطريق اللي ما بين فاس وإيموزار كلها الطريق عامرة بالفيرمات، وحدة حدا وحدة. وعلى جنب الطريق كيبيعوا الرمان. هاد السيد وقفنا عنده الرمان على 2 أشكال. عنده الرمان الأبيض هو تيعبر ليا منه، وعنده الرمان الأحمر. صراحة أنا ما عمري لاحظت هاد المسألة، كنعرف غير الرمان الأحمر. فشرح ليا قال لي لا، كاين اختلاف ما بين الرمان الأبيض والرمان الأحمر. هذا الرمان الأحمر هو اللي تنعرف أنا، وهذا الرمان الأبيض قال لك كيتباع غالي، غلا من الأحمر. هذا قال لك الداخل ديالو كله بيض وحلو وغالي زي الثمن على هذا الأحمر. فخديت من عنده شوية من البيض وشوية من الأحمر. صراحة كيبقاو فيا هاد الرجال مساكن، رجال يعني متقدمين في السن ديالهم، واقف ما نعاود لكمش على هاد الصهد والحرارة اللي واقف فيها مسكين باش كيبيع الرمان في جنب الطريق، على جنب الفيرما اللي كاينه هنايا. هاهي نكاميريها لكم غير من البعد، لان الدنيا خاويه ما نقدرش نطلع تما. فيرما غزاله باينه، والطريق حتى هي كتحمق الطريق كلها. هانتوما كتشوفوا الطريق كامله حاطين في الجنب ديالها شويه ديال الرمان تيبيعوا ويشريو مساكن، ما شاء الله. كلهم حاطين الرمان على 2 ديال الاشكال كما شرح لنا السيد في الاول، الابيض والاحمر. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم اخواني اخواتي. الى فيديو قادم بمشيئة الله.